تخيل معايا كاين قطار في المغرب كيدوز من القنيطرة لمراكش في ظرف 3 ساعات أو أقل. واش بصح؟ ايوا تبع معايا هاد الفيديو وغادي تعرف القصة كاملة. المغرب ديما باغي يكون القدام في المواصلات، من بعد البوراق اللي ربط طنجة بالقنيطرة والرباط وكازا. دابا جا الدور على مشروع جديد وكبير، خط القطار لفائق السرعة من القنيطرة حتى لمراكش. هاد الخط طولو تقريبا 400 كيلومتر وغادي يمر من بزاف ديال المدن. السرعة ديالو حتى 320 كيلومتر في الساعة، يعني الرحلة من القنيطرة لمراكش اللي كانت كدوز في 7 ساعات غادي تولي في 3 ساعات أو أقل. الهدف الكبير يكون كل شي واجد قبل كأس العالم 2030، باش السياح والمغاربة يتحركوا بين المدن الكبيرة بسرعة وراحة، والاقتصاد والسياحة يزيدوا القدام. المشروع غادي يخلق بزاف ديال فرص الشغل، غادي يسهل التجارة ويعطي دفعة قوية للسياحة، والمحطات جديدة غادي تكون عصرية فيها محلات مطاعم وأماكن راحة، والقطارات نفسهم غادي يكونوا مريحين بزاف بانترنت تكييف وكراسي واسعة. في الخاتمة، المغرب ماشي غير كيدير قطار سريع، راه كيبني مستقبل جديد للسفر، كيقرب المدن وكيخلي التنقل تجربة ممتعة. واش كتظن هذا المشروع غيغير حياتنا اليومية؟ كتب لي الرأي ديالك في الكومنتات.